السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ أم خولة. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم كيكة بالفواكه بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة غادي نبدا بها إني نقدر المول اللي غادي ندير فيه. هذا المول عندي قطر تاعه 28 سنتيمتر، غبرته درت له شوية زبدة وغبرته بالفرينة ودرت له ورق الطبخ. أنا عادة في هذا المول ندير 9 حبات بيض كي تكون عندي يعني كيكة عيد ميلاد، لكن بما اني باغي ندير كيكه عاديه يوميه وني نشربوا بها نقدروا نشربوا بها عصير، اذا غادي نديرها ب6 حبات بيض اليوم. اذا اش عندي هنا؟ عندي 6 حبات بيض، فصلت البياض عن الصفار. اذا اش غادي نبدا اولا نبدا بالبياض، غادي ندير له قرصه ملح، وغادي ندير له ملعقه هكا صغيره فانيليا. اذا هذه الجينواز شفيها، اذا شفيها فيها السكر 180 غرام والفرينه 180 غرام، يعني نفس الوزن. لكل بيضه 30 غرام سكر 30 غرام فرينه. هذا هو المبدا تاع الجينواز. اذا شا غادي ندير؟ غادي نبدا نطلع هذا البيض غير شويه ونضيف له نصف الكميه تاع السكر. اذا الاخوات اللي ما عندهمش الميزان، عندي ملعقه كيما هكا مملوءه سكر، هذه 25 غرام. انا هنا غادي ندير 4 ملاعق سكر في بياض البيض، نديرهم بالتدريج ونبدا نضرب في هذا البياض ونضيف ال4 ملاعق ونخلي السكر الباقي باش نطلع به صفار البيض. اذا ها هو البياض تاعي طلع بهذه الطريقه. اذا نوخر الاناء ونجيب الاناء الثاني هذا تاع صفار البيض نضيفهم الصفار. انا هنا عندي معطر الليمون، انا باغي نديرها شويه بذوق الليمون. اذا ندير غير كيما هكا، غير شويه، ونبدا نطلع هذا المزيج حتى يفتح اللون تاع صفار البيض. عندي شوفوا كريمي بهذه الطريقه. اذا عندي هنا كما قلت لكم هكا ملعقه كبيره، كل ملعقه كبيره 30 غرام هكا مملوءه، يعني هنا عندي 6 ملاعق فرينه غادي نديرهم هنا نغربلهم. وعندي هي عاده الجينواز ما يكونش فيها الخميره الكيميائيه، بس انا نزيد لها هكا شويه نصف الملعقه باش تساعد ان هذه الكيكه يعني ترتفع. اذا غادي نغربلها ونبدا نخلط في هاد المكونين مع بعض. اذا ونقضب ثلث تاع هذا المزيج نضيفه هنايا ونخلط. اذا نضيف الثلث الثاني بهذه الطريقه، ونبدا غير بشويه بهذه العمليه من الفوق للتحت كيما هكا، ندمج في هذه المكونات بهذه الطريقه. واخيرا نضيف الثلث الثالث تاع بياض البيض، ونبدا كذلك بلا ما نكسر هذا البياض البيض تاعي غير بشويه. اذا ها هي حتى يختفي اللون الابيض تاع البياض البيض، ونبدا نحطها في المول. كما قلت لكم انا هذا المول باغي ندير فيه 9 حبات بيض باش تجيني جينواز عاليه بزاف. انا اليوم مانيش بغيتها عاليه، بغيتها شويه، انها كيكه يوميه درتها غير لولادي بمناسبه العطله الربيعيه. نسي حاجه، نسي اني نخلي هذا الوسط شويه هاود على الاطراف، باش كما تعرفوا دائما الوسط يطلع لنا. نسي اني نخويه كيما هكا وندي الخليط للاطراف. اذا غادي نديرها في الفرن، ها هي غادي نديرها في الفرن على درجه حراره 170
160 170. نخلوها في غرضها تطلع، تكون زيدوا عليها الحراره غادي تطلع. كي خرجوها من الفرن تعاود تهبط، نديروها على درجه حراره 160. نخلوها من 45 حتى ل 50 دقيقه، يعني كل اخت والفرن تاعها، ونعاود نولي لكم. اذا بالنسبه للكريمه غادي نخدم بشونتيي جاهزه. عندي الكاس ونصف الكاس من كريمه شونتيي. نستعمل هنا 200 غرام تاع بودره شونتيي، يقابلها هنا كاس ونصف الكاس تاع حليب يكون بارد جدا، ما يعادل 330 مليلتر. ندير لها شويه تاع معطر الليمون، غير شويه، ونبدا نخفقها لمده 3 دقائق حتى تطلع لي هاد الكريمه. اذا هاي الكريمه تاعي راهي طلعت. انا الحقيقه درت لي اكثر من 3 دقائق خفق، يعني خاصها تكون كريمه هكا متماسكه، تكون جامده مليح. اذا شنو غادي ندير لها؟ غادي نغطيها بفيلم غذائي ونديرها في الثلاجه بلا ما طابت الجينواز تاعي. اذا بالنسبه للسيرو اللي غادي نخدمه، غادي ندير كاس ماء 220 مليلتر، وندير نصف كاس سكر 100 غرام. اذا غادي نديرهم فوق النار، كي يبدا يغلي نحسب له 7 دقائق ونطفي عليه. اذا ها هي الجينواز تاعنا راهي طابت، هاي الشكل تاعها. غادي نجيب هنا معلبات غير باش كي ندير كيما هكا يهبط لي المول. اذا غادي نبدا نهبط في الجينواز تاعي، ها هي، وغادي نديرها فوق الشباك، ها هي. انا ما شعلتش عليها من الفوق، هي حمارت وحدها من الفوق. شوفوا كي جايه خفيفه، ها هي. اذا انا غادي نخليها تبرد تماما ونعاود نرجع معكم باش نزينوها. اذا ها هي الجينواز تاعي بردت، غادي نقسمها. انا غادي نقسمها اليوم غير على 2. اذا نرفدها غير بشويه، ها هي. طفي الضوء باش تشوفوها. هاي الجينواز تاعنا، وهاي الطبقه، هاي. اذا اش غادي ندير؟ ها هو هذاك السيرو اللي كنت طيبته. غادي نبدا نشرب هذا الجينواز تاعي مليح بهذاك السيرو. عمرت هذيك لا كريم تاعي، عمرتها في البوش باش نوزعها يعني بطريقه متساويه. اذا بواسطه اي اداه نبدا نبسط فيه هذه الكريمه. انا عندي هنا خوخ مصبر وعندي اناناس مصبر، قطعتهم كيما هكا، وغادي نوزعهم هكا فوق الكريمه. اذا وكذلك هذه الطبقه الثانيه كذلك غادي نشربها بهذا السيرو المتبقي. اذا ها هي. اذا ونديرها فوق الطبقه بهذه الطريقه، نضغط عليها باش تلصق مع اختها، ونبدا ندير كريمه. دوك نزيد نعمر البوش. عندي هنا كميه من الكاوكاو المحمص اللي طحنته خشين، غادي نبدا ندير هنا في الجوانب.
بالنسبه للتزيين اختياري، انا شو عندي هنا؟ عندي فريز، عندي حبه كيوي، عندي اناناس تاع معلب، وعندي خوخ معلب. اذا نبدا. اذا غادي ندير الخوخ. عندي هنا لاجولي كنت سخنتها، وغادي نديرها باش تعطيني لمعه لهذيك الفاكهه، وكذلك تحافظ لي عليها. غادي ندير البنان خاطر هو اكثر حاجه هي سود، باش نحافظ عليها في نفس الوقت ندير لها لمعه بهذا الشكل. اذا ها هو الشكل تاعها، نقربها لكم باش تشوفوها. ها هي تجي لذيذه جدا، خاصه هاد الجينواز بذوق الليمون. اذا غادي نقطع لكم منها باش نشوفوها من الداخل كي خرجت. هاي الشكل تاعها، نديرها لكم في الصحن باش تبان. ها هي الشكل تاعها، هاي شوفوا كي جات. ها هي ها هي. اذا احبتي، لا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ديروا لي لايك واشتراك في قناتي، قناه ام خوله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.